أهلا بيكم في حلقة جديدة من حكاية في رغيف مع سارة نبيل. لو بتدور إزاي تعرف شجرة عيلتك يبقى الرغيف ده بتاعك. هنتكلم النهاردة عن دار المحفوظات العمومية المصرية. هي من أقدم دور المحفوظات في العالم. اتأسست سنة 1829 على إيد محمد علي باشا، وكان اسمها الدفتر خانة، وكان هدفها حفظ السجلات الرسمية للدولة في القلعة. الدار حاليا تابعة لمصلحة الضرائب العقارية، إحدى مصالح وزارة المالية. فيها حوالي 150 مليون مستند رسمي، وفيها مكتبة نادرة بتضم 10833 كتاب، وكل معاهدات مصر أيام الدولة العثمانية، و27500 خريطة نادرة لمصر. أنشأها محمد علي باشا عشان تحمي الوثائق والأوراق الرسمية من الضياع والسرقة، ومقرها بجوار قلعة صلاح الدين. وده موقع عبقري جدا في اختياره. ليه بقى؟ لسببين: أولهم يحميها من السرقة، والسبب التاني إن يكون البنى عالي عن الأرض علشان تكون بعيدة عن الرطوبة عشان ما تضرش المستندات والوثائق اللي موجودة فيها. في البداية كانت اسمها الدفتر خانة، وكانت تابعة لقلم الخزانة التابع للديوان الخديوي. بعد كده اتسمت الدفتر خانة المصرية عشان تتميز عن اللي كانت في اسطنبول ساعتها. بعد كده أصبحت تابعة لوزارة المالية في فبراير 1857، وبعدين اتنقلت تبعيتها لوزارة الداخلية في 1876. بعدها رجعت لوزارة المالية تاني سنة 1905، واتحالت لمراقبة الأموال المقررة اللي هي دلوقتي مصلحة الضرائب العقارية.